حد لابد أن تتدخل المملكة العربية السعودية. كانت المملكة العربية السعودية تتخذ مبدأ الدفاع، وكانت يعني أخذت هذا الموقف الدفاعي طوال هذه الفترة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزوة الأحزاب. ولكن حينما جاءت العملية إلى حرب إبادة في الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فإذا المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وهذا الأمر لا يفهمه إلا العسكريون، وبخاصة أنا طبعا خلفيتي لي ركن دكتور في العسكرية. فإذا أقول بأن هذه مرحلة جديدة تركت آثارها الآن حتى على العمليات الاضطرابات التي في سوريا. فبدأت المقاومة تسترد قوتها الآن في سوريا، وبدأ التراجع أمام طبعا إيران، وأيضا بدأت يعني العملية تنقض على إيران من الداخل، إذ أن طبعا جماعة العربستان بدأوا يطالبون بالاستقلال، بلوشستان أيضا يطالبون بالاستقلال. طبعا أذربيجان قدموا 30 دبابة على الحدود، كل هذه وكردستان أيضا. فكل هذه الأمور استيقظت على أعقاب عاصفة الحزم. نعم دكتور سعد، يعني ربما أجاب دكتور أنور عن سؤالك، وهو يتحدث هنا أن المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ ما دخل ذلك بإقالة مقرن؟ ما دخل هذه التغييرات بإقالة مقرن وتعيين محمد ومحمد؟ نعم، يعني من وجهة نظرك ما دخل هذه يعني التغييرات دكتور سعد؟ هل يقصد هو أن مقرن إنسان فاشل وعاجز؟ إذا كان قصده إنسان فاشل وعاجز وليس كفؤا، فتعيينه في الأصل خطأ. دعه يقول أنه أصلا عين خطأ في هذا المنصب، وبناء عليه حتى الملك سلمان رجل هارم. طيب دكتور سعد دعني أتحفظ عن ما وجهته للأشخاص. نحن هنا نناقش سياسات ولا يعني نتحدث عن الأشخاص بصفاتهم. دكتور أنور، يعني فيما ذكرته عن الأمير مقرن وعن الملك سلمان دعني أتحفظ عما قلته، ودعنا نناقش هنا السياسات يقوم بها هؤلاء أو قرارات. نحن هنا في هذه الفقرة نناقش القرارات في المقام. فهمي لجوابه. يعني هل يقصد أن مقرن عاجز لا يستطيع، وبناء عليه لابد من أن يؤتى بأمير أو قائد يستطيع؟ وإذا كان هذا المنطق مقبول، هل من الأولى إقالة الملك سلمان لأنه لديه إشكالات عقلية لا يستطيع التعامل فيها مع الواقع الحالي؟ من أولى إقالة يعني دكتور سعد، يعني هل هذه وجهة نظرك في الأمير مقرن وفي الملك سلمان؟ لا، أنا وجهة نظري كلهم لا يصلحون، كلهم غير مؤهلين. ولو عرضوا على اختبار عسكري واختبار أمني واختبار ثقافي واختبار اجتماعي واختبار سياسي، كله يعني عدد كبير من أبناء البلد يتفوق عليهم. نعم، كان هناك اختبار عسكري بالفعل تحدث عنه دكتور أنور عشقي، وهو عاصفة الحزم. تصدر فيها المشهد الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان، وكان هذا اختبارا عسكريا كبيرا. بمنطق الدكتور عشقي نفسه، هو يقول أن عاصفة الحزم هي السبب. دعه يبين ماذا يقصد تحديدا، لا يرمي علينا كلام ما له معنى. هل يقصد أن عاصفة الحزم لا يستطيع أن يتعامل معها إلا فلان وفلان، وإن مقرن قد رسب وقد فشل وقد عجز في اختبار عاصفة الحزم؟ نريد أن نفهم ماذا يقصد. نعم، هو تحدث عن أنها مرحلة انتقلت فيها المملكة من الدفاع إلى الهجوم. أستاذ لطفي، هل ترى علاقة مباشرة ما بين عاصفة الحزم وتصدر محمد بن نايف ومحمد بن سلمان هذا المشهد العسكري في هذه الحرب بما حدث من قرارات صباح اليوم؟ احنا كباحثين يا دكتور أسامة يعني دايما ننظر للوثائق، ننظر للبيانات، نحلل ما يصدر، نسقط ما يصدر على الواقع، ونقرأ المستقبل على ضوء الواقع. ما جاء في البيان أن بناء على طلبه، أنا لن أخبر في النوايا ولن أنقب في النوايا،
أن دورك مقدر كما جاء في نص البيان أو نص الأمر الملكي ولكن مهمة الباحث يعني الإعلامي في المقام الأول أن يبحث فيما وراء السطور. نعم فده يعني طبقا للبيان الرسمي. البيان الغير رسمي أو ربط الماضي بالحاضر بوصولا للمستقبل، أن هناك كانت مرحلة سقطت صنعاء في عهد من؟ سقطت صنعاء في عهد الملك عبد الله، ولم تسقط في عهد الملك سلمان. تمدد الحوثيين وسيطروا على اليمن في عهد الملك عبد الله. يعني تم يعني السكوت على تمدد الحوثيين وتشكيلهم خطر على المملكة أيضا وتفاقم بسرعة كبيرة جدا عندما تولى الملك سلمان، وهم كانوا يريدون استغلال انتقال السلطة من رحيل الملك عبد الله إلى تولي الملك سلمان. فكان لابد من عملية جراحية ولابد من عملية عسكرية، لأنه سبق أن دخلت المملكة في عملية عسكرية ضد الحوثيين قبل ذلك. هذه ليست المرة الأولى، لكن دعني أقول لك أنها لأول مرة عملية عسكرية تقودها المملكة العربية السعودية خارج حدودها بقيادة سعودية وبشباب الأمير محمد بن سلمان سنه 30 سنة. نعم دكتور أنور، وليس يعني عسكري. نعم. وليس هو راجل قانون، هو خريج، هو أصغر وزير دفاع في العالم. هو خريج جامعة الملك سعود. سأعود لك مرة أخرى أستاذ لطفي. دكتور أنور، يعني ذكر الدكتور سعد الفقيه في حديثه عن هذه التغييرات أنهم كلهم لا يصلحون، وإذا أجري اختبار عسكري لقدراتهم فلن يعني يجتازه أي منهم. ما تعليقك على هذا الأمر؟ والله احنا دائما نقول الواقع، ولكن لا نتكلم بمشاعرنا، فنتكلم بعقولنا. فالعقل يقول بأن النتائج أثبتت بأنهم لديهم القدرة على إدارة المعارك وعلى توجيه المعارك، خصوصا وأن القوات المسلحة لا تعتمد على الشخص وإنما تعتمد على السيستم. فالسيستم هو الذي انتصر، ولكن بقيادة هؤلاء القادة الذين وجهوا طبعا الأوامر إليهم. أما العمل التكتيكي والعمل هذا فأرجو من الأخ أن يترك لي هذا الجانب، لأن هذا هو تخصصي. فإذا لابد أن نعرف بأن النجاح الذي حققته طبعا قوة عاصفة الحزم من حيث السيطرة على الأجواء، السيطرة على الموانئ، يعني دحر الحوثيين، دحر جماعة علي عبد الله صالح، كل هذه وضع إيران في موقف الحرج، كل هذه الأمور تؤكد بأنهم كانوا على مستوى المسؤولية. الحديث الآن دكتور أنور أيضا عن الأمير مجرن. لماذا تمت الإطاحة بالأمير مجرن في هذا التوقيت؟ أرجو حينما لا تكون هناك، حينما لا نعرف الحقائق نعمد الفرضيات، لكن هناك حقائق ظهرت. الحقيقة الواضحة هو أن الأمير مجرن تنازل عن الحكم كما تنازل من قبل الأمير محمد بن عبد العزيز، وطبعا وهم يعرفون ذلك وهذا معروف. الأمر الثاني، منذ 3 أيام وفي مركز الشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية قال لي أحد إخواننا الشركاء، قال بأن الأمير مجرن ذهب إلى الأمير أحمد يوسطه لدى الملك بأن يعفيه من ولاية العهد. فإذا العملية ليست إطاحة وليست انقلاب وليست من هذه الأمور، إنما يجب أن نضع الحقائق في أماكنها. نعم دكتور سعد، أعود إليك مرة أخرى. ديفيد هيرست الكاتب البريطاني الشهير تحدث عن انقلاب ما أحبطه الملك سلمان عند قدومه، وتحدث أيضا عن خطوات يعني إجرائية قام بها الملك سلمان صباح هذا اليوم لاستكمال السيطرة على النظام في المملكة العربية السعودية. يعني هل تتفق مع ما قاله ديفيد هيرست أم لا؟ هو نعم، الترتيبات حصلت على طريقة انقلابية، لكنه ليس الملك سلمان. الملك سلمان ليس إلا واجهة يستخدمها محمد بن سلمان محمد بن نايف، لأن الملك سلمان يعاني من مشكلة الألزهايمر فلا يستطيع يتخذ قرارات. يعني هو ينسى كل 5 دقائق ينسى ما مضى قبل ذلك. فهو ليس الذي هو فقط استخدم كواجهة. هل تتحدث هنا عن معلومة يعني دكتور سعد؟ نعم تتحدث عن تقارير طبية تم نشرها في مواقع إلكترونية أو في صحف؟
لا، ما انتشر تقارير طبية، لا يمكن تسريب التقارير الطبية، لكن الصحف غربية معتبرة تحدثت فعلا عن هذا الموضوع، ولنا مصادرنا من داخل العائلة الحاكمة من قريبين جدا من الملك سلمان يتحدثون عنه يعاني من هذا المرض منذ 3 سنوات، منذ سنة 2011، وتفاقم وضعه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. نعم، يعني إذا هذه المعلومة وفقا لمصادرك يا دكتور سعد على مسؤوليتك مصادري وكذلك مصادري وكذلك منشورة في صحف أمريكية معتبرة، في الواشنطن بوست، طيب. نيويورك تايمز. دعني أتوقف عند هذه المعلومة. أعود إليك سيد أنور مرة أخرى. هل ما يقوله دكتور سعد الفقيه وفقا لتقارير صحفية نشرت في نيويورك تايمز وفي واشنطن بوست كما تفضل عن الحالة الصحية للملك سلمان، هل هي صحيحة بشكل كبير؟ والله الحقيقة الجانب الصحي للملك سلمان طبعا كان بيني وبينه اتصال عدة مرات. نعم. ولم أجد ما يقال أو ما يشاع عليه أنه حقيقة. الأمر الثاني أن الرؤساء الذين قابلوه ومن بينهم الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني لم يدلوا بكلام مثل هذا، وإنما هي جاءت من المغرضين والأعداء الذين كانوا يتوهمون ذلك. فإذا يجب أن نبني أمورنا على الحقائق ولا نبنيها على الأوهام. دكتور سعد، أعود إليك مرة أخرى. هل تتوقع أن تشهد الأسرة الحاكمة هدوءا ما بعد التغييرات التي حدثت صباح اليوم؟ نعم، سأجيب على السؤال، لكن بالنسبة للقدرات العسكرية التي كما يقول الدكتور عشقي أنه نجح فيها محمد بن سلمان، هو عسكري يفترض أن يدرك أن شخص مثل محمد بن سلمان يستحيل أن يستلم مسؤولية عسكرية بهذا الحجم. رجل دون 30 وخريج كلية ليس لها علاقة بالعسكرية، وخبرته وتجربته في وزارة الدفاع لم تزد عن مجموعة من الصفقات التي استولى فيها على كمية من المليارات. ليس له أي خبرة أو أي معرفة بالعمل العسكري مطلقا، وحتى جلبه لوزارة الدفاع إنما جيء به للاستيلاء على الصفقات حينما كان نائبا لوالده. وكل الذين يعملون في الدفاع من أركان الجيش ومن المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع يتحدثون عن هذا الموضوع. ومعروف أن الذين تتابعوا على وزارة الدفاع همتهم كم نسبة ما يسرقون لأنفسهم ولحواشيهم من صفقات الدفاع. هذا وفقا لمعلومات أيضا دكتور سعد. طبعا منشورة في أماكن كثيرة، ولكن خذ الحكومة السعودية تنفق على الدفاع بأرقام مثبتة قدر ما تنفقه إسرائيل وإيران وتركيا ومصر وباكستان مجتمعة. نعم. سنويا تنفق 10 أضعاف ما تنفق باكستان. وحينما حانت ساعة الحرب يذهب محمد بن سلمان يستجدي باكستان ويستجدي مصر حتى تدافع عنها. طيب، سأعود إليك مرة أخرى دكتور هذا هو الإنجاز الذي يتكلم عنه. نعم، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ لطفي، الآن الحديث في اختلاف كبير حول محمد بن سلمان وتوليه حقيبة الدفاع في المملكة العربية السعودية. أنت تحدثت أن هذه ميزة، أن هو شاب صغير لم يتجاوز 30 من عمره، وأيضا لم يتخرج من كلية عسكرية، ولكن دكتور سعد الفقيه يتحدث أن هذه نقطة ضعف كبيرة في تاريخ محمد بن سلمان. أنا حتى تاريخيا